اهلا بيكم في معلومة على الماشي. النهاردة هنعرف ايه هي قاعدة الفتيل وايه لازمتها وازاي بنثبتها في الفتيل. دي شكل قواعد الفتيل اهي، بتكون بالشكل ده اهي كده. تمام، وده ظهرها اللي بنثبته في الحاوية او بنثبته عامة في قاع الشمع او قاعدة الشمع. طيب انا ازاي بثبت الفتيل فيها؟ ازاي بدخله كده خلاص، وبعدين بجيب أداة زي كده مثلا وبضغط كده على الجوانب. ثانية واحدة. تمام، بضغط طبعا كويس، انا بس ايه، ثانية واحدة اهو. اهو خلاص ثبتها. طب انا ما عنديش دي، اعمل ايه؟ استخدم عادي المقص. استخدم ايه؟ عادي المقص. تمام. طيب انا خلاص حطيت القاعدة، اعمل ايه بقى؟ ايه لازمتها دي؟ لازمتها ان هي بتثبت الفتيل بتاعنا وبتخليه زي دعامة كده ليه عشان يبقى مستقيم. تمام. وطبعا من فوق احنا قلنا احنا من فوق بنعمل ايه؟ بنحط الاعواد اللي هي الخشبية والمشبك اللي هي ايه اللي احنا عملناها في الحلقة اللي قبل كده. تمام، شوفوا الحلقة اللي قبل كده. خلاص. طب انا بثبته بايه؟ انا عن نفسي بثبته بيه مسدس الشمع عادي جدا، بس مش بنكتر، يعني يا دوب حته كده صغيره بنحطها هنا كده. تمام، حته صغيره قوي وبنثبتها. تمام، نثبتها كده. تمام، بس كده. دي تاني معلومة، واستنونا ان شاء الله في سلسلة معلومة في دقيقة على جروب كورس مشروع الشموع الطبيعية.